قبل كده عملنا من 6 بيضات 24 قطعة جاتوه، لكن النهاردة هنعمل بنفس الخليط كمية وحجم مختلف من جاتوه 3 طبقات زي اللي بنشتريه من المحلات بالظبط. وازاي تطلع معاكم الطبقات متساوية ما بين الكريمة والكيك. الخطوة الأولى هنحضر خليط الكيك، نفس المكونات اللي عملتها معاكم قبل كده، 6 بيضات، كوباية وربع من السكر، معلقة كبيرة من المحسن، وده شكل محسن الجل اللي سألتوني عنه كتير. لما تشتروه لازم يكون شفاف زي الفازلين كده بالظبط، والمحسن ما نستخدموش ابدا لو لونه بيض زي ما انتم شايفين كده. بعد ما ضفنا ال3 مكونات مع بعض هنخفقهم بالمضرب الكهربائي لمدة 5 دقايق على الأقل لحد ما الخليط يتحول معاكم للون الأبيض. بعد كده هنحضر المكونات الجافة، كوبايتين زائد معلقة كبيرة من الدقيق عشان يساوي 260 جرام، ونوع الدقيق دقيق عادي مش سبونج، معلقة من البيكنج باودر ورشة من الملح، وبننخلهم مع بعض كده علشان نمنع أي وجود تكتلات في الدقيق. بعد ما القوام وصل لكده بيكون سائل شوية، هنحط الفانيليا، ممكن نحطها في البداية عادي ونخفق تاني لحد ما القوام يكون سميك، يعني ما يكونش سائل زي الأول. هو ده قوام الكيك الصح. هضيف بقى نص كمية المكونات الجافة ونقلب المكونات كويس جدا. بعد كده هضيف باقي الكمية، وكمية المية كلها 140 جرام، يعني كوباية إلا 3 معالق كبار تقريبا، وهزود عليهم معلقة كبيرة من الزيت النباتي علشان ما تزعلوش. قبل كده سألتوني ليه مش بحط مواد دهنية على خليط الكيك، لأن الكيك الاسفنجي باستثناء بعض الكيكات مش بنحط له مواد دهنية. بعد ما جهزت الصينية مقاس 30 في 40 فيها ورقة زبدة، حطيت الخليط ودخلت الفرن يكون ساخن قبلها ب10 دقايق على حرارة 180. هتاخد معاكم 30 دقيقة. أول ما تطلع من الفرن بنسيبها تهدى، بعد كده بنغطيها علشان تفضل طرية لحد ما تبرد ونشتغل فيها تاني يوم أو بعد ما تبرد على طول. هنقيس الكيكة ونقسمها على 2، وكل جزء نقسمه 2 زي ما انتم شايفين. بعد كده هنحضر الكريمة، وأنا عملتها قبل كده معاكم. أنا كنت عاملاها وحطاها في التلاجة، كان فيها شوية فراغات لازم اطلعها قبل ما نشتغل بيها. اول حاجه جبت الكيكه، حطيت عليها شويه صغيرين من السيرب الخفيف، حطيت الكريمه، وعشان نتاكد ان حجم الكريمه متساوي من جميع الجهات بنعمل خطين كده، والخط اللي تلاقوا فيه كميه اقل بنزود فيه الكريمه. هحط الطبقه التانية ونكرر نفس الخطوات، شويه من السيرب الخفيف عليها كريمه وكيكه، يبقى كده عملنا 3 طبقات من الكيك. واخر طبقه بحط عليها شويه برضو من السيرب وشويه من الكريمه. وتاكدوا ان الكريمه متساويه جدا. بدخلها الفريزر لمده ساعه ونص او ساعتين على الاقل. بعد ما تطلع بحط عليها شويه من صوص الشوكولاته. بنجيب الشوكولاته البيضاء يعني حوالي 100 جرام، عليها معلقه كبيره من الزيت، بنسيحهم. بعد كده بزود شويه حليب بشويه لحد ما القوام يكون مظبوط معانا وما يكونش سائل قوي ولا سميك. المره دي هعمل الجاتوه معظمه فانيليا، لكن في قطعه او 2 هعملها بالشوكولاته، فعشان كده قسمت الكميه. الطبقه الاخيره دي قسمتها 3 طبقات وحشيتها بنفس الطريقه، ودخلتهم الاتنين الفريزر لمده ساعه على الاقل. بعد ما الجاتوه بيطلع بنشيل الاطراف. هنستخدم السكينه ترانش اللي هي بتكون مشرشره، بنحطها في الميه السخنه وبنقطعها كده وبنساوي الجوانب. بعد كده بنجيب المسطره وبنقيس حجم القطعه اللي احنا حابين نطلعها، صغيره كبيره. يعني مثلا بنقيس الطول او العرض وبنقسمه على 3 أو 4 أو 5 على حسب حجم القطعه اللي انتوا حابين تطلعوها. انا كنت حابه القطعه تكون كبيره فقسمتها على 3، طلع معايا 9 قطع جاتوه. اخر حاجه هنزين قطع الجاتوه بالكريمه والكريز والكريسبي وشويه من الشوكولاته. القطع الكميه اللي عملناها النهارده طلعت 13 قطعه جاتوه بحجم كبير زي اللي بنشتريه من المحلات بالظبط. اتمنى من كل قلب تكونوا حبيتوه وتكتبوا له رايكم في الكومنت وتشاركوا الطريقه مع اصحابكم، وبالهنا والشفا.